ده كورس 001 وأنا إسلام الكاشف من قناة كاشف كلاس. والنهاردة أول درس قواعد معانا في الكورس. الدرس هيكون طويل شوية علشان احنا هنعتمد على التكرار، ان احنا نكرر الجمل ونكرر الدرس كتير علشان القاعدة تستقر جواك، والطريقة دي ان شاء الله هتعجبك وهتفيدك وهتحس ان هي مع الوقت بتأثر في مستواك. الحاجة المطلوبة النهاردة انك انت تكرر معايا، لما نيجي نقول الجملة تقولها معايا، ولما اجي اسألك سؤال تحاول تجاوبه قبل ما انا اقول لك الإجابة. زي ما انت عارف الكورس اسمه 001 علشان انا طالب ان وقتك الضايع في تعلم القواعد يساوي صفر. النهارده مش هتكلم عن الصفر الاول ولا عن الواحد، هتكلم بس عن الصفر بتاع القواعد. المطلوب ان وقتك الضايع، انت دايما بتحاول تتعلم قواعد ومش بتعرف، النهارده ان شاء الله وقتك ومجهودك الضايعين في القواعد هيساوي صفر، لان احنا في الكورس بنختار القواعد المناسبه لمستواك والمواضيع اللي انت عايزها في كل مستوى. وقلت لك قبل كده احنا بنعتمد على ايه في تحديد الحاجات المفيده ليك، وهتلاقيني دايما كالعاده بقول لك انك لو بادئ معانا الكورس من الاول يبقى معناها انك انت كنت جاي لي كده، وفي اخر الفايل الاول من المستوى الاول هيكون مستواك كده. ومع كل درس وكل فايل في نهاية المستوى الأول هتلاقي نفسك حافظ أكتر من 750 كلمة، ومع كل درس وكل فايل هتلاقي مستواك عمال بيعلى ويعلى، سواء في القواعد سواء في الكلمات وحتى في الممارسة، وكونك قادر على إنك تتكلم بالإنجليزي وتعبر عن نفسك. مش عايز طبعا أطول عليك أكتر من كده لأن الدرس النهاردة هيكون طويل حبتين، فشد حيلك and you can do it. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الدرس بتاعنا اللي احنا أخدناه قبل كده، درس I am great. هتلاحظ حاجتين. الحاجة الأولى إن على كلمة am في دورية، وده يدلك على إن احنا كاتبين الدرس ده علشان نذاكر am اللي هي verb to be. الملاحظة التانية إن احنا النهاردة مش كاتبينه بالألوان اللي احنا اتعودنا عليها. احنا كنا متعودين نلون الكلمات بتاعة المستوى الأول باللون الأزرق، والكلمات اللي في المستويات التانية بألوان مناسبة ليها قلناها في الدرس اللي فات. النهاردة احنا كاتبينه كله باللون الاسود الا verb to be بس كاتبينه باللون الاحمر. وانا كاتبه هنا باللون الاحمر علشان عايزك تتامل كل الجمل وتلاحظ ان verb to be داخل في كل الجمل اللي موجوده عندنا. يبقى احنا اصلا كاتبين الدرس ده علشان يحتوي على بعض الكلمات اللي من ال 3000 كلمه، زائد انه يكون مناسب لدراسه verb to be. دلوقتي هديلك 3 ثواني علشان تعرف توقف الفيديو وتقرأ الدرس تاني. خلي بالك أنا قلت قبل كده أكتر من مرة وعامل لقاء كامل عن أهمية قراءة الدرس. قراءة الدرس في الكورس ده عمود مهم جدا من عواميد الكورس، فهديلك وقت علشان تقرأ الدرس تاني وتتأكد انك انت فاهم كل كلمة منه، لأن النهاردة كلامنا كله عن القواعد بس. بعد ما قرأت الدرس بقى تعال نعدي على موضوع verb to be. دي المواضيع اللي انت محتاج تعرفها عن verb to be في simple present، في المضارع البسيط. وطبعا دون بناء على مستواك او المستوى اللي احنا بنشرح فيه دلوقتي اللي هو A1. عندنا 9 مواضيع هنتكلم عنهم واحد واحد ان شاء الله. مش هنتكلم عنهم كلهم النهاردة طبعا، هنتكلم النهاردة عن اول 5 مواضيع منهم، وان شاء الله في الدرس اللي جاي هنكمل ونتكلم عن الاربع مواضيع اللي باقية علشان تكون انتهيت تماما من verb to be في مستوى A1. وطبعا حابب افكرك بالكلام اللي انا قلته قبل كده في اللقاء اللي قبل اللقاء اللي فات، اللي هو اللقاء التحضيري لكورس القواعد كاملا. اللقاء التحضيري ده انا قلت فيه ان احنا لينا طريقة خاصة في دراسة القواعد. فلما بندرس القواعد الخاصة بالمستوى الأول قلنا إن المستوى الأول ممكن يكون حوالي 30 قاعدة. ال 30 قاعدة دول منهم حاجة اسمها العواميد، أهم القواعد. القواعد العواميد دول لازم تكون فاهمهم أكتر وأكتر من أي قاعدة تانية، علشان كده احنا بنبدأ بدراستهم في الأول، علشان لما ناخد قاعدة تانية هنراجع معاها قواعد العواميد أو القواعد الهامة اللي هم حوالي مثلا 9 مواضيع في المستوى الأول كاملا، وده علشان يترسخوا أكتر من غيرهم، علشان لما تتقدم بعد كده في المستوى ما يكونش عندك أي مشكلة فيهم، هنكون أسسناهم كويس، هتقدر تبني عليهم الإنجليزي بتاعك بشكل مريح أكتر. دلوقتي هنبدأ بأول حاجة مطلوبة منا علشان نعرفها عن verb to be. وممكن تكون الحاجة دي مش حاجة يعني ممكن بعض الناس يقول إن هي هايفة شوية، وعلشان كده فعلا في بعض الكورسات بينسوا ان هم يقولوها، رغم ان انا شايف ان هي ممكن تفرق، لان في طلاب كتير جدا بيسمع verb to be و verb to have و verb to do، وفي الاخر هو حاسس ان هو مش فاهم الكلام ده معناه ايه، هو بس بيسمع كلمة verb to be. فايه معنى كلمة verb to be؟ ايه هو to be ده؟ to be ده معناها فعل يكون، يعني الفعل ده معناه في اللغة العربية يكون. علشان كده
مثلا شكسبير قال to be or not to be، تكون أو لا تكون. ولما تيجي تكلم واحد أحيانا وانت عايز تبدأ معاه الكلام تقول له to be honest I want to do something. ف to be honest معناها علشان أكون صريح معاك، يبقى be جت هنا برضو بمعنى يكون. ولو انت شايف واحد خايف وعايز تطمنه شويه تقول له don't be afraid. don't be afraid لا تكن خائفا، لا تكن خائفا، يبقى برضو be جت هنا بمعنى يكون. يبقى verb to be ساعات بيسموه verb الكينونة أو فعل الكينونة، أو بمعنى يكون في العربي. وتقريبا برضو استخداماته في العربي شبيهة جدا باستخداماته في الإنجليزي، إلا في حاجة مهمة هقولك عليها بعدين. دي أول حاجة وهي كانت حاجة بسيطة جدا. والحاجة التانية برضو بسيطة هي رخرة، وهي أشكال verb to be. خلي بالك إن verb to be ما بيبقاش أشكاله دايما be، يعني مش لازم تلاقيه جوه الجملة be، لا ده ليه أكتر من شكل. النهاردة هناخد أشكاله في المضارع، لأن احنا بندرس المضارع، وإن شاء الله يوم ما نيجي ندرس فيه بقية الأزمنة هناخد أشكاله في الماضي وهنتكلم عنها براحتنا. عندنا أول حاجة كلمة am معناها يكون أو أكون. وطبعا am بتستخدم مع I، يبقى الضمير اللي بتستخدم معاه لما تيجي تتكلم عن نفسك وتقول أنا أكون هتبقى I am. أنا أكون سعيد I am happy. وهنا ممكن واحد يقول لك طب ليه بيقولوا أنا أكون سعيد، ما يقول أنا سعيد على طول. هقول لك الموضوع ده بعد شوية. والموضوع ده على فكرة رغم إنك أنت ممكن تكون استغربته، بس لكن ده مربط الفرس اللي بتحصل عشانه أكتر أخطاء الناس في verb to be. الشكل التاني من أشكال be اللي هي معناها يكون is معناها يكون أو تكون، زي ما am معناها أكون is هيكون معناها يكون أو تكون. ودي بنستخدمها مع he وشي وإت. هي يعني هو، وشي معناها هي، وإت معناها هي برضو أو هو بس لغير العاقل. لو أنت بتتكلم عن حيوان أو عن بيت أو عن عربية جماد أو أي حاجة زي كده بنستخدم it. يبقى هو يكون مدرسا he is a teacher. he is a teacher. هو يكون مدرسا. الأجانب ما بيعرفوش يقولوا هو مدرس، لازم يقولوا كده هو يكون مدرسا. طيب هي من فرنسا she is from France، يبقى هي تكون من فرنسا she is from France. she is from France. الجو بارد، الجو يكون بارد. الأجانب بيقولوا كده، ما بيقولوش الجو بارد. الجو يكون بارد في الخارج. it is cold outside. it is إنها تكون it is cold outside. يبقى ده الشكل التاني من أشكال verb to be. الشكل التالت هو are معناها يكونون أو تكونون أو تكون أنت. طيب تكون أنت you are tall. أنت اللي هي you are تكون tall طويل. أنت تكون طويل. we are students. نحن نكون طلاب. نحن نكون طلاب. they are at the park. they are at the park معناها هم يكونون في الحديقة. يبقى هنلاحظ انك لما بتتكلم عن نفسك بتستخدم دايما am. I am happy, I am afraid, I am a doctor, I am a teacher. لما تيجي تتكلم عن حد غائب، وعايز هنا أتوقف مع نقطة مهمة بتلخبط الكل. الغائب مش معناه إن واحد في بلد تانية أو في كوكب تاني. ممكن واحد يكون معاك في نفس الأوضة ويكون برضو غائب. إزاي؟ لما تكون بتتكلم عنه يبقى معنى كلمة غائب مش إن هو مش موجود. كلمة غائب معناها إنك أنت بتتكلم عنه مش بتتكلم معاه. يعني مثلا لو واحد بيكلم زوجته وابنه موجود ويقول لها ابنك بيقول كذا كذا كذا، حتى في العربي هتتكلم عنه بضمير الغائب. طب ما هو موجود معاك. ونفس الموضوع لو كان في شخص مش موجود معاك بس انت بتوجه له الكلام، يعني واحد مثلا عمال يدرب نفسه ازاي يلوم شخص ما، فاقول انا هقول له انت بتعمل كذا وكذا وكذا، فهتلاقي نفسك بتكلمه بضمير الحاضر رغم ان هو مش حاضر. فاذا الغائب معناها اللي بتتكلم عنه، والحاضر معناها اللي بتتكلم معاه. لما تكون بتتكلم مع حد معين تقول له you are كذا كذا. you are معناها أنت تكون أو أنتم تكونون. بتستخدم لو أنت بتتكلم شخص واحد أو شخصين أو 10 أشخاص كلهم بنستخدم معاهم are. وبرضه we نحن، يبقى are بتتعامل مع الجمع. نحن we are students, we are afraid, we are from England أو أي حاجة من دول. وبرضه هما they are at the park.
They are from France. They are teachers. They are players. وهكذا. هم يكونون. يبقى إذا المرة الأخيرة بنستخدم am لما تكون بتتكلم عن نفسك، وبنستخدم is لما تكون بتتكلم عن مفرد غائب، يعني بتتكلم عنه مش بتتكلم معاه، وبنستخدم are لما تكون بتتكلم عن أكتر من واحد، أو لما تكون بتتكلم مع واحد حاضر، وحاضر معناها تتكلم معاه مش بتتكلم عنه. تعال بقى نعدي على التقيل، وهو الاستخدام الحقيقي، وده الموضوع رقم 4، الموضوع قبل الأخير. الموضوع رقم 4 ورقم 5 هو لب الموضوع بتاعنا النهاردة، وهو اللي هنبذل فيه أكتر جهدنا. طيب، ده ملخص الدرس اللي فات، الكونفرسيشن اللي خدناها المرة اللي فاتت ما بين أحمد وفاطمة، لخصناها هنا في درس، والدرس ده هنقراه أكتر من مرة، وهنقراه بأكتر من صيغة، وهتشوف النهاردة طريقة إن شاء الله محدش عملها قبل كده وهو بيشرح الجرامر على حد علمي طبعا. ده هيعتبر درس جديد، بس هو بنستخدم فيه نفس كلمات الدرس اللي فات، وزودنا عليهم كلمة أو كلمتين هقولهم لك لما نوصل ليهم. This is a girl. This is a girl. طبعا هي تكون بنت. طبعا كلمة بنت جديدة ما خدناهاش في الدرس اللي فات. Her name is فاطمة. وطبعا أكيد الكلمة دي هتلاقيها موجودة عندك في الكلمات. حدث الكلمات، عدي على التليجرام للناس اللي لسه ما وصلش الكلمات، ونزل كلمات الدرس، وانت بتراجعها هتلاقينا زودنا الكلمة دي إن شاء الله. طيب، her name is فاطمة، اسمها يكون فاطمة. اسم البنت her name. her معناها لما تكون عايز تنسب حاجة ليها، her name اسمها is فاطمة، يكون فاطمة. وكلمة her برضو من الكلمات اللي ما خدناهاش قبل كده. فاطمة is great. فاطمة is great. فاطمة تكون عظيمة. طبعا قالت له I'm great، يعني أنا كويسة جدا يعني. تمام. Her friend is أحمد. Her friend is أحمد. Her friend is أحمد. صاحبها يكون أحمد، يعني أحمد صاحبها، أو صاحبها اسمه أحمد. بس زي ما قلنا ما ينفعش يقول صاحبها أحمد على طول، الأجانب لازم يقولوا يكون قبل الخبر. يبقى her friend is أحمد، صاحبها يكون أحمد. أحمد is from Egypt. أحمد يكون من مصر. زي ما قلنا أحمد مبتدأ ومن مصر خبر، لكن هو ما ينفعش يقولها كده، لازم يحط قبلها كلمة يكون. يبقى أحمد يكون من مصر. فاطمة is from England. فاطمة is from England، يعني فاطمة تكون من إنجلترا. فاطمة is happy to meet أحمد. فاطمة تكون سعيدة علشان قابلت أحمد. It is nice that أحمد and فاطمة are friends. It is nice. It is إنها تكون شيء جميل. nice إنه يكون شيء جميل. that أحمد and فاطمة are friends. أن أحمد وفاطمة يكونان أو يكونون أصدقاء. يبقى هنا أخذنا this is معناها هذه تكون أو هي تكون. يبقى إذن استخدمنا is أكتر من مرة وإحنا بنتكلم عن فاطمة وأحمد، لأن إحنا بنستخدم is مع المفرد الغائب. وجينا في آخر الدرس قلنا فاطمة and أحمد are friends، يبقى يكونون أصدقاء. لما اتكلمنا عن الجمع استخدمنا يكونون اللي هي are. لازم تعرف امتى تستخدم is وامتى تستخدم am وامتى تستخدم are، ده مهم جدا. طيب، يبقى ايه الهدف يا اخوانا من ان احنا عملنا الدرس كده؟ ان احنا عايزين ندرب نفسنا على طريقة استخدام verb to be. احنا دلوقتي بنحكي قصة او بنحكي موقف بverb to be، فاحنا بنستخدم is وبنستخدم are وبنستخدم am، ودي اول نسخة النهاردة من الدرس. وهتلاحظ ان احنا الدرس النهاردة هنكتبه اكتر من مرة وباكتر من طريقة علشان نتدرب على verb to be اكتر من تدريب، وفي الاخر هديك شوية اسئلة. الكلام ده تقريبا ما بيحصلش في اي حتة، لان مفتاح الكورس هو انك تردد الدرس كتير. اخدنا الدرس قبل كده والنهارده بناخده تاني، بس مش بناخده مره ولا مرتين ولا ثلاثه، لا ده احنا هناخد الدرس كتير. انطق وافتح بقك واتكلم، اعمل في نفسك معروف واتكلم بصوت عالي، ردد الجمل بصوت عالي، لان في المره الجايه ان شاء الله في وقت الممارسه هتحتاج كل مجهود بذلته معايا في درس القواعد. طيب، ده اول شكل من اشكال الدرس. في الشكل ده عندك اهو اكمل وانت عارف الجمل ايه. ودلوقتي عندنا شكل ان فاطمه بتتكلم عن نفسها، هي تقول انا بنت وانا اسمي فاطمه وانا عظيمه وصاحبي اسمه كذا وكذا وكذا. فتعال نشوف بقى هتعرف تحط الصيغه الصح بتاعت verb to be ولا لا. هي تقول انا اكون
بنت، وهو ده الفرق بيننا وبين الأجانب. إحنا بنقول أنا بنت أو أنا ولد أو أنا مدرس، الأجانب بيقول أنا أكون بنت، أنا أكون مدرس، أنا أكون ولد، أنا أكون أي حاجة تانية. ما بيعرفش يقول أنا بنت، ما يعرفش يقول أنا مدرس، ما يعرفش وما يفهمش ده. يعني هو يستغرب زي ما أنت مستغرب تقول هي إيه فايدة أكون هنا، هو برضه بيقول هو إزاي بيفهم الجملة من غير ما يكون فيها أكون. وهحكي لك الموضوع ده بتفصيل أكتر بس بعدين، علشان أنا عارف إن النهاردة الدرس هيكون طويل شوية. طيب أنا أكون بنت هنقولها إزاي؟ هنقولها I am a girl. I am a girl. أتمنى تكون قلتها صح، وطبعا سواء قلتها صح أو ما قلتهاش صح أكيد هترددها معايا علشان تتعود على الترديد طول الكورس بتاعنا. طيب my name فاطمة. my name يكون فاطمة. هنا دلوقتي هنحط إيه؟ خلي بالك هي دلوقتي بتتكلم عن اسمها اللي هو مفرد مش أسماء، هو اسم واحد وغائب لأن هي بتتكلم عنه مش بتتكلم معاه. فهنقول my name is فاطمة. يبقى I am a girl لأنها بتتكلم عن نفسها. دلوقتي ما بتتكلمش عن نفسها، بتتكلم عن اسمها. اسمي يكون، حتى احنا في العرب بنقول أنا أكون واسمي يكون. تمام، يكون معناها is. My name is فاطمة. دلوقتي فاطمة عايزة تقول أنا أكون عظيمة، هتقول إيه؟ ركز، أنا أكون يبقى I am. I am great. I am great. بعد كده عايزة تقول أحمد يكون صديقي. أحمد مفرد وغائب يبقى هنستخدم أنه صيغة؟ تمام جدا، أحمد is my friend. أحمد is my friend. طيب أحمد يكون من مصر. أحمد is from Egypt. أنا أكون من إنجلترا، هنقول إيه؟ I am from England. حاول إنك أنت تجاوب قبلي، حتى لو عايز توقف الفيديو وتقرأ كل الدرس وبعد كده تقارن إجابتك مع إجابتي. بعد كده أنا أكون سعيدة إن أنا قابلت أحمد. I am happy. أنا أكون سعيدة to meet أحمد. آخر حاجة أحمد يكون مسرورا كذلك. أحمد is pleased to. أحمد is pleased to. يبقى دي أول صيغة من الصيغ اللي احنا قرأناها في verb to be. كده احنا راجعنا صيغة لما واحد يكون بيتكلم عن نفسه. تعالى ناخد الصيغة اللي بعدها. طيب طبعا هو ده الحل كاتبه لك اهو. وتعالى بقى ننتقل على الصيغة اللي بعدها. الصيغة اللي بعدها هي بتتكلم بالجمع. احنا نكون بنتين. two girls يعني بنتين، وكلمة two من الكلمات الجديدة اللي هتلاقيها إن شاء الله موجودة برضو عندك في كرام. لما تنزل برنامج كرام هتلاقينا ضفنا الكلمة دي من ضمن الكلمات الجديدة اللي احنا أخدناها في درس القواعد. طيب يبقى هي بتقول دلوقتي احنا بنتين، احنا أسمائنا كذا وكذا، وهضطر أقراها معاك. أنا كان نفسي إن أنا أقول لك جاوبها لوحدك بس عشان عايز أشرحها. حاول توقف وتجاوبها لوحدك وبعد كده قارن إجابتك مع إجابتي. تقول نحن نكون بنتان. we نقط two girls. نحن نكون بتتكلم مش عن نفسها، عن نفسها وعن حد تاني. نحن مش أنا، فهنستخدم are. we are two girls. we are two girls. طيب أسمائنا تكون فاطمة وهلا. يعني إيه أسمائنا؟ خلي بالك هي دلوقتي بتتكلم عن حد تاني، عن الأسماء، ما بتتكلمش عن نفسها. بس الأسماء هنا مش مفرد، ما بتقولش اسمي، بتقول أسمائنا. فهتقول إيه؟ our دي معناها الحاجة الخاصة بينا إحنا ككل. يعني مثلا our country البلد بتاعتنا، our names الأسماء بتاعتنا، وهكذا. طيب our names يكونون فاطمة وهلا. our names are فاطمة and هلا. ليه قلنا are؟ لأن هي بتتكلم عن جمع، عن أكتر من اسم، عن أكتر من حاجة. طيب نحن نكون عظماء. we are great. ليه ما قلناش we am؟ لأن هي بتتكلمش عن نفسها بس، هي بتتكلم عن نفسها وعن صاحبتها، يبقى بتتكلم عن شخصين. نحن نكون، ما بتقولش أنا أكون، عشان كده استخدمنا are. We are from England. نحن نكون من إنجلترا. نحن نكون من إنجلترا. We are happy to meet أحمد and علي. نحن نكون سعداء إن إحنا قابلنا أحمد وعلي. نحن نكون سعداء. We are happy. لكن لو قالت أنا سعيدة تقول I am happy. لو هي عايزة تقول هو سعيدة تقول he is happy، وهكذا. طيب تعالى بقى للصيغة دي، ودي صيغة جديدة. وهنا عندنا كلمة those ودي كلمة ما خدناهاش برضو قبل كده، والكلمة دي معناها هؤلاء. طبعا هتلاحظ ان الكلمات بتزيد معانا رغم ان احنا محافظين على نفس الدرس. انا يا اخوانا بعلق كتير عشان انا عارف ان احنا في اول دروس الكورس، فبحتاج اديك معلومات كتير عشان تعرف احنا ماشيين ازاي. صدقني الموضوع ان شاء الله هيجيب اثر كبير معاك ومختلف. عندنا هنا بتقول هؤلاء يكونون بنتين. هؤلاء يكونون بنتين.
those هنقول ايه بقى؟ those is ولا those are؟ those are. ليه those are؟ لان احنا بنتكلم عن اكتر من واحد. لكن those is ما تنفعش، هنقول this، هذه تكون this is. لكن those معناها هؤلاء. those are two girls، هؤلاء يكونون بنتان. وطبعا بنتين في الانجليزي جمع، عندنا في العربي مثنى، لكن في الانجليزي اكتر من واحد بيبقى جمع. their names اسمائهم، هنقول بقى اسمائهم are ولا is؟ are. ليه؟ لان اسمائهم جمع اكتر من اسم. their names، their برضو ما خدناش قبل كده، كلمه جديده معناها اسمائهم. قلت their country بلدهم، their names اسمائهم، their books معناها الكتب بتاعتهم، وهكذا. their names are فاطمه and هلا، اسمائهم تكون فاطمه وهلا. فاطمه and هلا نقط great يكونون عظماء، هنقولها ازاي؟ are great. فاطمه and هلا are great. احمد وعلي يكونون اصدقائهم، هنقولها ازاي؟ هنقول yes. أحمد and علي are their friends. أحمد and علي are their friends يكونون أصدقائهم. أحمد and علي يكونون من مصر. أحمد and علي are from Egypt. ليه؟ لأن احنا بنتكلم عن أكتر من واحد. لو بنتكلم عن مفرد غائب هيبقى is، جمع غائب هيبقى are. طيب فاطمة and هلا يكونون من انجلترا، يبقى فاطمه and هلا يكونون من انجلترا. فاطمه and هلا are from England. the girls البنات يكونون سعداء عشان قابلوا احمد وعلي. البنات يكونون سعداء، نقولها ازاي؟ نقولها the girls are happy to meet احمد and علي. the boys الولاد يكونون سعداء ايضا. the boys are happy or are pleased too. الأولاد يكونون مسرورون أيضا. وهو ده الحل. وطبعا عايزك تبص على الدرس وتقرأه كتير وتركز خالص إنك وانت بتقرأ كلمة are أو كلمة is أو كلمة am تحاول تحط في دماغك إن معناها يكون بتصريفات يكون المختلفة، أكون، يكونون، نكون، وهكذا. لانك دلوقتي بتبني المعلومه في عقلك، فمحتاج تكون مستحضرها كل مره علشان ما تتلخبطش فيها بعد كده. طيب احنا كده يا اخوانا قرأنا الدرس بصيغه المفرد وبصيغه الجمع وبصيغه ان احنا بنتكلم عن فاطمه وكانها شخص غائب، وبصيغه ان احنا بنتكلم عن فاطمه كانها المتحدث نفسه بتقول I am. قرأنا الدرس بأكتر من صيغة، وكمان قرأناه بالصيغة المثبتة، وكمان قرأناه بالصيغة بتاعة السؤال. فقرأنا الدرس نفسه بأكتر من صيغة. المفترض انك انت تكون حفظت الدرس. وعلى اي حال لو حاسس انك انت لسه ما استوعبتش الامر، لا عادي، اقرأ تاني وتالت ورابع وركز وظبط، وان شاء الله الامور مع الوقت هتكون اسهل واسهل. لو مش فاهم الدرس ابدأ اسمعه من الاول تاني. لو حاسس انك انت بتقرأ الدرس غلط اقراه تاني بكل صيغه. التكرار هو اهم حاجه، وهو المفتاح بتاع الكورس بتاعنا. وطبعا لما اقول التكرار قصدي التكرار بصوت عالي، بصوت مسموع. ما تقولش وانت قافل شفتك، ما تقراش بقلبك. احنا لسه بنتعلم، لازم to open your mouth and to speak up، تتكلم بصوت مسموع. هنا بقى عندنا شويه اسئله. الاسئله دي انا عايزك انت تقراها براحتك وتجاوب براحتك، وهديك وقت طبعا 3 ثواني، وبعد كده هقول لك انا الاجابات. طبعا fill in the blanks with the correct form of verb to be. fill in the blanks يعني املأ الفراغات بالصيغة الصحيحة بتاعت verb to be. هتحط am ولا is ولا are. يعني مثلا this نقط a girl، هنقول this مثلا am a girl ولا this is a girl ولا this are a girl. شوف انت تحط ايه. اقرأ بقية الأسئلة براحتك. هديك 3 ثواني علشان توقف الفيديو وتفكر براحتك خالص، وبعد كده ابقى قول لي إجاباتك ايه، أو هنقارن إجابتنا مع بعض. طيب يا غالي، هي دي الإجابة الصحيحة، وأتمنى تكون جاوبتهم كلهم صح. لو ما جاوبتهمش كلهم صح مش مشكلة، ارجع واسمع الدرس من أول وجديد. كمالة الأسئلة، هديك 3 ثواني علشان تحط الصيغة الصح من am أو is أو are، وبعد ال3 ثواني هشوفك عملت إيه. جميل، الإجابة هتكون I am happy to meet أحمد. أحمد is pleased to. We are great. وبصراحة بقى ما دام انت خلصت معايا لغاية هنا، عايز اقول لك you are great، انت عظيم. You are capable of amazing things، انت قادر انك تعمل اشياء مدهشة وجميلة. شكرا جدا ليك. قرأنا الدرس اكتر من مرة، اتعلمنا 5 مسائل عن verb to be. وطبعا لازم اقف هنا واقول لك ان احنا هنكمل بكرة ان شاء الله، لان دي too much information for you.
طبعا احنا لسه مبتدئين، صعب جدا اقول لك كل حاجة النهاردة، فهضطر اعمل درس قواعد تاني وهيتقال بكرة ان شاء الله. لكن ما تقلقش، مش هيخل بالترتيب بتاع الجدول بتاعنا. ان شاء الله بعد بكرة في اللقاء التمهيدي لدرس الممارسة هنمشي زي ما احنا بالظبط، بس هنزود درس واحد زيادة عشان اكمل لك بعض المواضيع اللي احنا ما اتكلمناش فيها من موضوع او من مواضيع verb to be. اتبقى الحاجة الأخيرة، وهي إن إحنا عايزين نكتب ملخص لverb to be، ملخص للقاعدة الكاملة، أبيات الشعر الجميلة اللي إن شاء الله هتبدأ تزيد معانا كل ما ناخد درس جديد، ويبقى فيها أهم المعلومات اللي إحنا ذكرناها عن verb to be وعن القواعد اللي هناخدها بعد كده إن شاء الله. واللي لو كررتها كتير وحفظتها هيبقى شيء جميل، لكن برضو ممكن بس إنك تقراها أكتر من مرة عادي وتاخدها إن هي شيء طريف وجديد ما اتعملش في حتة قبل كده، وبنعمله بنجربه مع بعض. وعايزك برضو تقولي رأيك فيه وتقولي إيه انطباعك عنه. وتعالوا بقى مع الأبيات. الأبيات يا سيدي بتقول: مع verb to be بدأ المشوار، I تاخد am they we you are، he she it يجي معاهم is، like وشير ويدوم العز. تاني: مع verb to be بدأ المشوار، I تاخد am they we you are، he she it يجي معاهم is، like وشير ويدوم العز. بس يا سيدي، لايك وشير ويدوم العز، وإن شاء الله ربنا يكرم ونكمل مع بعض لغاية آخر المشوار اللي بدأناه النهاردة مع verb to be. وإن شاء الله أشوفك المرة الجاية في اللقاء التحضيري لكورس الممارسة، واللقاء اللي بعده هنمارس مع بعض الدرس ده ممارسة إن شاء الله هتعجبك جدا وهتؤدي لأن مستواك يعلى وهتأثر على مستواك بشكل جامد جدا. وأشوفك على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.